تأثير عبد الحميد كابتن السابق لنادي الزمالك. قبل ما نروح نشوف الفيديو، اللايك الجميل، الصلاة على النبي في تعليق، ومشاركة الفيديو يوصل لكل الناس. ويلا بينا نشوف الفيديو ونرجع لبعض تاني. هي 4 بونت، هنكسب الزمالك يبقى بونت واحد. الزمالك يتعثر في ماتش تعادل ناخد الدوري. طب ليه ما الزمالك ما يكسبش الاهلي يبقى 7 بونت؟ يعني يعني كابتن جمال بيتكلم يا كابتن سيد ان بقت بقت احلام لجماهير النادي الاهلي دلوقتي. كلام احلام، يعني الاهلي يكسب الزمالك فيبقى نقطه، هو على كلامه يعني بيقول ان بقت احلام للنادي الاهلي، مع ان النادي الاهلي دايما هو واقع، واقع قوي جدا 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 ومؤثر وظاهر. لا، خلينا بس نتكلم ان بمنطقيه، ده مش مقياس تقيس عليه مين ياخد الدوري ومين ما ياخدش الدوري. يعني في 2018 و2019 اللي بنتكلم عليها بعد الاسبوع السادس للاهلي كان الاخير. حلو. الاهلي كان الاخير، مش كان 15، كان الاخير. في 2018 2019 الاسبوع الكام يا استاذ؟ السادس. كنا عدينا السادس، كنا عدينا الاسبوع السادس واحنا رايحين نلعب الاسبوع السابع. يعني ده مش السادس بس، ده السابع كمان بعد ما لعبنا 7 ماتشات. كان ماتش المقاولين العرب كان تقريبا في اواخر 30 11 ولا حاجه كده 2018، وكنا الاخير وخدنا الدوري. المقلق لو بنتكلم كلام منطقي بس يعني عرفتوا سيد عبد الحفيظ بيعرف يعلم صح، ومفيش حد منهم عرف يكسب سيد عبد الحفيظ في المناظرة زي ما حضراتكم شفتوا وشايفين. وبكده أقول لكم سلام.